أول ما ينزل بالميت إلى القبر ويهال عليه التراب وتوضع الحجارة ويظلم القبر، يفتح عينيه ويسمع قرع نعال الناس يولون عنه. ما الذي يحدث في البداية؟ أول شيء تحدث ضمة القبر، يضيق القبر على الميت، على المؤمن أيضا، المؤمن والعاصي والكافر، لكن بحسب العمل. المؤمن يضيق عليه القبر ولكن سرعان ما يفرج عنه، أما العاصي والفاجر وتشتد عليه هذه الضمة، لا بد منها. هذه بداية البرزخ، بداية حياة البرزخ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الضمة: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد. من سعد؟ قال: هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشيعه 70,000 ملك، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبر صبيا، يعني ولد صغير، قبر صبيا فضم في قبره، فقال عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد لنجا هذا الصبي. فأول ما يحدث هذه الضمة. اللهم سلم سلم يا رب. فما أن يخرج الميت من هذه الضمة منهكا متعبا مرعوبا إلا وتأتي الفتنة التي بعدها، الفتنة الكبرى داهية الدواهي عظيمة العظائم. يفتح عينيه وإذا بمخلوقين غريبين، ملكين عظيمين، جاء في وصفهما أنهما أسودان أزرقان معهما مطرقة لو ضرب بها جبل لصار ترابا، منكر ونكير. تخيل نفسك الآن، والله ستكون في هذا المشهد وفي حفرة مظلمة لوحدك لا تستطيع الحراك، القبر ضيق مظلم، ثم ترى هذين المخلوقين أمامك، ثم يجلسانه، أي يجلسان الميت، فيجلس مرعوبا ويبدأ السؤال الذي تعرفونه وتحفظونه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ لكن الإجابة ليست حفظية، كان الكل نجا. الإجابة بالتثبيت من الله عز وجل. لذلك قال سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عند السؤال يا رب. لذلك حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سلوا لأخيكم التثبيت. الأمر بده تثبيت، لأنه الأمر مرعب، أنت لوحدك في تلك الحفرة، الأمر مرعب عباد الله. إي والله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإذا ثبته الله ونطق بالإجابات نادى مناد من السماء: أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فافرشوه من الجنة، أي القبر، وافسحوا له في قبره، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة فيرى مقعده في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأما العبد العاصي والفاجر قال: فيضربانه بتلك